خيبة كل الشعوب بتبتدي لما الجيش بس بيبتدي يضعف، مش لما الجيش بينهار بمجرد الضعف. ففي عصر الأسرة ال 12 كان في قبائل بدوية جاية من الشام وجاية من شمال شبه الجزيرة، تسللت وتسرسبت واحدة واحدة كده من سينا ودخلت وقعدت في شرق الدلتا. مع العلم احنا لسه كنا قايلين ان الجيش المصري ما كانش بيدخل مخلوق غريب عن المصريين، ودي كانت أول مرة تحصل ان يبقى في تسلل من أجنبي داخل الأراضي المصرية. فالقبائل البدوية دي اللي اجتمعت في شرق الدلتا في محافظة الشرقية في مدينة أواريس كان اسمهم الهكسوس، وبدأوا يلبسوا زي المصريين، يتكلموا زي المصريين، ياكلوا ويشربوا زيهم، ويتعبدوا نفس الآلهة بتاعتهم. وعلى فكرة كانوا بيعبدوا الإله ست، إله الشر عند المصريين القدماء. بالرغم من كل المحاولات ان هم يتمصروا وان هم يختلطوا بالشعب المصري، فالشعب المصري كان عنده ثقافة كانت خط احمر. الشعب المصري عمره ما كان بيختلط بشعوب اجنبية او غريبة ابدا مهما كان، لان المصريين كانوا شايفين نفسهم اعلى من كل البشر اللي على الارض، وحرفيا هم كانوا شايفين ان هم اعلى قيمة من اي حد يقدر يقارن نفسه بيهم. فكان الشعب المصري بيتكاثر وبيتجوزوا من بعض علشان عمرهم ما كانت ثقافتهم تسمح لهم ان هم يتجوزوا من قبائل بدوية غريبة العرق والثقافة عنهم.